تعال نشوف رواتب المهن المختلفة وبالأخص الصناعية هنا في هولندا. والفيديو ده أنا عملته بناء على طلبكم بعد فيديو رواتب المهن المختلفة العادية اللي شرحت فيه 10 وظائف وكانوا زي دكتور ومحامي وكاشير وسائق وغيره. والفيديو ده أنا هشرح فيه رواتب المهن المختلفة هنا في هولندا، وههتم بيه اكتر باخواتنا الصناعيه عشان ما حدش ادى معلومات كامله عن رواتبهم هنا في هولندا. فحبيت اعمل محتوى مختلف وهادف، فابقى ادعمني باشتراك بس بعد ما تتفرج على الفيديو. ويلا بينا نبدا باول شغلانه من التسعه اللي معانا النهارده، وهي النجار. النجار هنا في هولندا متوسط دخله 15 يورو في الساعه، يعني في الشهر ما بين 2534 يورو و 2880 يورو. ده اعلان لنجار بياخد 3400 يورو في الشهر في شركه مقاولات. الشركه دي بتبني بيوت جديده والنجار بيبقى مسؤول عن النجاره في البيوت الجديده دي. كل وظيفه هقولها النهارده هعلن اعلان توظيف للوظيفه دي زي النجار كده. نيجي بقى لثامن وظيفه من التسعه اللي معانا النهارده، وهي الحلاق. الحلاق هنا في هولندا مختلف دخله على حسب المكان اللي فاتح فيه وشطارته. متوسط دخل الحلاق هنا في هولندا هو 2625 يورو في الشهر، وده اعلان لوظيفه حلاق دخله ما بين 2500 يورو ل 3500 يورو في الشهر. والمرتب ده بيختلف على حسب عمره وخبرته في الشغل. بس رواتب المهن اللي انا قلتها لك دي سواء للنجار او للحلاق بروتو مش ناتو، وانا كنت شارح ده في فيديو رواتب المهن المختلفه، بس تعالى اشرحه لك في 10 ثواني. انت مثلا نجار وبتتفق على شغلك فقالوا لك راتبك 3500 يورو في الشهر وده بروتو، فتفرح ومره واحده الضرايب تخش تاخد جزء من راتبك، واللي بيطلع لك في الاخر ده بعد الضرايب اللي هو الناتو. كده انت عرفت الفرق ما بين بروتو وناتو، وكل الوظائف اللي هقولها النهارده هي بروتو. تعالوا بقى نشوف ثالث وظيفه معانا النهارده من التسعه، وهي السباك. السباك هنا في هولندا متوسط دخله 2800 يورو في الشهر. والفكره في وظيفه السباك انك ممكن تشتغل لنفسك او ممكن تشتغل لشركه، وده اعلان لوظيفه سباك هنا في هولندا راتبه ما بين 2500 ل 3100 يورو في الشهر. ده اعلان تاني لوظيفه سباك راتبه 3400 يورو في الشهر، وده بيختلف طبعا على حسب خبرته. نيجي بقى للوظيفه رقم 4 من التسعه اللي معانا النهارده، وهي الكهربائي. متوسط دخل الكهربائي هنا في هولندا هو 2795 يورو في الشهر، وده طبعا لو شغال في شركه. وده اعلان توظيف لشركه عايزين كهربائي ب 2700 يورو في الشهر. بس حابب اقول لك لو انت شغال لنفسك ممكن تعمل اكتر من كده بكتير. يعني انا اخو مراتي كان جايب مطبخ جديد فجاب كهربائي لمده يوم واحد اخد 600 يورو في شغل 5-6 ساعات. فمن الاخر لو انت اشتغلت لنفسك او اشتغلت الشركه دخلك هيبقى كويس جدا، عشان وظيفه الكهربائي من الوظائف القليله جدا والمطلوبه هنا في هولندا. نيجي بقى للوظيفه رقم 5 معانا النهارده من التسعه، وهي الخياط او الترزي. متوسط دخل الخياط او الترزي هنا في هولندا هو 1900 يورو في الشهر، وده طبعا لو هو بس بيصلح هدوم قديمه وكده. لكن لو هو بدا يعمل هدوم ويبيعها اونلاين او يبيعها للمحلات هيعمل اكتر من كده بكتير. وده اعلان لخياط هنا في هولندا راتبه ما بين 1995 يورو في الشهر و 2425 يورو في الشهر. واعلان التوظيف ده شغل بارت تايم مش فول تايم، وفول تايم هنا في هولندا يعني 40 ساعه شغل في الاسبوع. نيجي بقى لاخر 4 وظائف معانا النهارده وفي المرتبه الرابعه، وهو النقاش. النقاش هنا في هولندا متوسط دخله ما بين 2633 يورو و 3029 يورو في الشهر، وده اعلان لوظيفه نقاش ب 2800 يورو في الشهر. وبرده الراتب بيختلف باختلاف خبرته، والراتب ده كويس جدا للمعيشه هنا في هولندا مقارنه بالحد الادنى للاجور. وبرده هتلاقيني شارح ايه هو الحد الادنى والحد الاقصى للاجور هنا في هولندا في فيديو رواتب المهن، هحط لكم اللينك تحت الفيديو. نيجي بقى لاخر ثالث شغلانه معانا النهارده، وهي صنايعي تركيب السيراميك او الارضيات. وده متوسط دخله هنا في هولندا هو 2478 يورو في الشهر، وده اعلان لشركه عقارات بتبني بيوت جديده وبيحتاجوا صنايعي تركيب ارضيات، وبيكون الراتب ما بين 2500 ل 3250 يورو في الشهر. والشغلانه دي انت ممكن تشتغلها لوحدك زي كهربائي كده، بس مش كتير بيعمل كده عشان معداتها غاليه. وتاني حاجه انك لما بتشتغل مع شركه بيبقى دايما في مشاريع جديده وشغل باستمرار مع الشركه دي. نيجي لاخر تاني وظيفه معانا النهارده، وهي الحداد. الحداد هنا في هولندا متوسط دخله 1900 يورو في الشهر، وده اعلان توظيف لحداد راتبه 2850 يورو في الشهر. نيجي بقى لاخر وظيفه معانا النهارده، وهي ميكانيكي السيارات. وسواء كان دوكو او سمكري او كهربائي سيارات فانا دورت فيهم كلهم وتقريبا رواتبهم قريبين من بعض. ومتوسط دخل الميكانيكي هنا في هولندا ما بين 2400 يورو ل 2800 يورو في الشهر. وهنا عشان تشتغل ميكانيكي لازم تشتغل في مركز صيانه سيارات على حسب تخصصك. وده اعلان توظيف في مركز صيانه سيارات اسمه WR، والمرتب بيكون ما بين 2400 يورو ل 4000 يورو في الشهر. وده طبعا بيختلف على حسب خبرتك
ولو بتفهم اكتر في العربيات الصعبه. وهنا لو انت ميكانيكي ومش عايز تشتغل في شركه وحبيت تفتح مشروعك الخاص، ما ينفعش تفتح محل ميكانيكي زي عندنا كده في الوطن العربي وبالاخص مصر. لازم تفتح مركز صيانه سيارات كبير ويكون شامل معظم تخصصات اقسام السيارات. بس ده مكلف جدا، بس لو عملته طبعا بيكسب كتير. وبس زي ما قلت لكم بحاول اعمل محتوى مختلف وهادف، فيا رب اكون افدتكم. وبس لو انت عايز تشوف مرتبات المهن العاديه هنا في هولندا، شوف فيديو رواتب المهن المختلفه، هحط لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو. وبس عايز اقول ان رواتب المهن دي متقاربه جدا مع رواتب المهن العاديه اللي شرحتها في الفيديو اللي فات. بس المهن اللي بتحتاج دراسه ممكن تعمل فيها دراسات عليا وتاخد مرتبات اعلى بكتير، وبسبب ان المرتبات الى حد ما قريبه من بعض ما تلاقيش هنا في طبقيه في المجتمع. يعني ما تلاقيش مثلا زي عندنا كده في مصر ده يقول لك ده ابن دكتور وده ابن مثلا عامل نظافه، مع احترامي لكل عمال النظافه فوق راسي، بس ما تلاقيش ان في طبقيه كبيره. بس الفكره ان المهن اللي بتحتاج دراسه بيبقى مرتباتها في الاول متقاربه جدا مع مرتبات الصناعيه، بس لو كملت دراسات عليا هتاخد مرتب اعلى. وفي نفس الوقت مع الصناعيه لو اشتغلت على نفسك وبقى معاك تيم اكبر وجبت معدات احدث ممكن تعمل فلوس اكتر من اي حد درس هنا في هولندا. وزي ما قلت لك في اول الفيديو بنحاول نعمل محتوى هادف ومفيد، فما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناه عشان نكمل. واشوفكم الفيديو الجاي، يومكم لذيذ، سلام.